دايما في وجبة الغداء بتسأل السؤال ده: هل يا دكتور لما اخد نشويات مع وجبة الغداء بتاعتي اللي عبارة عن خضار وعبارة عن بروتين احط معاهم نوعيات النشويات، يفضل اخد عيش ولا اخد رز؟ تعالوا بقى اقول لكم ايه الافضل وايه الاحسن لينا ولصحتنا. ان فعلا لو احنا هنختار ما بين العيش وما بين الرز يبقى هنختار الرز، لان 100 جرام من الرز بيبقى فيها حوالي 130 سعر، اما 100 جرام من العيش فيها حوالي 265 سعر. كمان الدهون في 100 جرام بتبقى حوالي 0.3، يعني اقل من 1. اما الدهون في العيش بتبقى عالية جدا، ونسبة الكربوهيدرات بتبقى حوالي 22 جرام في 100 جرام رز، اما في العيش بتبقى بتوصل لحاجة و40، يعني ضعف الكمية. يمكن البروتين هو اللي نسبته اعلى في العيش اكتر من الرز، بس ده مش هيفيدنا بحاجة لان احنا في الوجبة اوريدي حاطين بروتين. فياريت لو احنا بالذات في وجبة الغداء نختار الرز، هيكون افضل اوبشن من العيش. فياريت تعملوا كده، ودي حاجة هتفرق جدا في الخسية وفي صحتكم. وشكرا.